اليوم غادي نهضروا على موضوع علاش الجندر وعلاش كاينين هاد الفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة. الجندر أو النوع الاجتماعي ماشي غير مسألة اختلاف بيولوجي بين الرجل والمرأة، ولكن موضوع كيتعلق بالعلاقات الاجتماعية، بالأدوار والامتيازات اللي كتفرق بين الجنسين. هاد الفوارق كنلقاو أن النساء كتعيش بزاف ديال المشاكل اللي كتجعلها أقل فرصة من الرجال، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. مثلا نسبة الفقر وسط النساء كبيرة بزاف، رغم أن النساء كيتحملوا بزاف المسؤوليات وكيخدموا في ظروف صعيبة. واش لأنه فعل الرجال أقوى، أذكى وأقدر فيزيولوجيا؟ الجواب هو لا. الجندر ما كيعنيش التفوق أو التفضيل، ولكن الاختلاف والتكامل. الراجل والمرأة مختلفين، ولكن ماشي باش يكونوا واحد أحسن من الآخر، بل باش يكملوا بعضهم ويحافظوا على استمرار النوع البشري. علاش كيكون الظلم والتفريق؟ وشنو هو الدور ديال علم النفس في هذه النقطة؟ علم النفس خصوصا فرع السيكوسوسيولوجي كيدرس كيفاش الأفكار والتمثلات المسبقة والحكم اللي كيديرها المجتمع على النساء كتكون. مثلا بزاف من الأفكار اللي عندنا على النساء جايين من الجندر، يعني من التصورات الاجتماعية اللي ما عندهاش علاقة بالبيولوجيا، ولكن نتاج تربية وثقافة. مثلا كنسمعوا بزاف أن المرأة صبورة وأن الصبر هو الصفة ديالها، ولكن واش هاد الصبر بيولوجي ولا مكتسب من التربية؟ التربية والأدوار الاجتماعية، كيفاش كيتربى البنت وكيفاش كيتربى الولد. من الصغر التربية ديال البنت مختلفة على ديال الولد. الولد كيترعرع على الشجاعة، المواجهة وتوسيع دائرة معارفه، بينما البنت كتربى على الصبر، الخضوع والخوف. أحيانا الولد كيتعلم يواجه العالم الخارجي ويتوسع في شبكته الاجتماعية، أما البنت كتقيد في البيت وكتعلم الصبر والسكوت. هذا كينعكس على طريقة تفكيرها وتصرفاتها مستقبلا. البيت في الماضي كان بلا نوافذ أحيانا، والمرأة كتكون تحت المراقبة، وهذا الشي كيخليها تعيش في قيد، والهدف ديال الأهل هو تزويجها باش تحرر من هاد القيود بطريقة، ولكن في الحقيقة كتدخل في قيد جديد. أمثلة الشعبية تتعكس التمثلات الاجتماعية حول النساء. كاينين أمثلة شعبية كتأكد على هاد القالب، بحال ما الصبارة عمارة الدار، ضربها وهي غادي تعرف علاش. هاد الأمثال كتعبر على صورة المرأة كالصبورة الخاضعة، لكن الصبر في الدين كقيمة كيديروها المؤمنين وماشي صفة خاصة بالنساء فقط. أما الصبر في الرجال فهو أحيانا كيعبر على الضعف أو قمع المشاعر، والرجال ما كيستحملوا الصبر في المواجهة، كيطوروا بسهولة باش يثبتوا ذكورتهم. الجندر ماشي دراسة للنساء فقط، بل للعلاقات الاجتماعية ككل. الجندر كيركز على العلاقة بين الرجال والنساء، كيفاش هاد العلاقة متأثرة بالاقتصاد، السياسة والدين. مثلا مهنة الشرطي كانت لفترة طويلة غير الرجال، دابا بدات النساء كتدخل لهاد المهن، ولكن الأفكار قديمة مازالت كتقول أن المرأة غير مؤهلة لأنها أنثى. الجندر والثقافة والبيولوجيا في الفرق. الجندر ما كيدرسش البيولوجيا ولا المقارنة مع الحيوانات. مثلا بعض الحيوانات الذكور ديالها أجمل من الإناث، الطاووس مثلا، وهذا ماشي دليل على تفوق الذكور عند البشر. التفريق والتفضيل اللي كاين في المجتمعات هو نتيجة الثقافة والتنشئة الاجتماعية، ماشي البيولوجيا. الدماغ والجندر، كيفاش كيأثر الشعور الجمعي على اللاوعي. كاين واحد الفكرة في علم الأعصاب كتسمى جنوس الدماغ أو تجنيس الدماغ، يعني كيفاش الدماغ كيتأثر بالمجتمع والثقافة، وهذا الشي كيبان من الولادة. مثلا الولد كيتعلم أن بعض الحركات أو اللعب الخاصة به، والبنت كتعلم العكس. التربية كتفرض أدوار اجتماعية مختلفة، كتخلي البنات والولاد كيعيشوا تجارب مختلفة. الجندر كيحاول يعطي مساواة ماشي تماثل. الجندر ما كيطالبش بأن النساء يوليو كيف الرجال، ولكن بغى يعطي لكل واحد الحق باش يختار، سواء بقى في الدار ولا خرج يخدم.
المساواة هنا ماشي مساواة صارمة في كل شيء، ولكن عدل حسب الظروف. مثلا امرأة شرطي يمكن ما تقدرش تقوم ببعض المهام وهي حامل، وهذا مقبول. الثقافة هي اللي كتنتج الفوارق الاجتماعية وماشي الطبيعة. الجندر كيرفض أن الرجل يكون هو المركز والمرأة هي الجنس الثاني. هاد الفكرة جاية من ثقافات دينية وترجمات فكرية قديمة، لأن الجندر كيركز على تحليل العلاقات الاجتماعية والتمييز بين الجنسين وماشي على طبيعة الأجسام. الهوية الجندرية والصراعات النفسية، كاين بعض الحالات اللي كتكون فيها الهوية الجنسية مختلفة عن الصفات البيولوجية، وهذا الشيء كيزيد من تعقيد الموضوع. وحتى في المجتمع كاين ضغط على النساء باش يلتزموا بصورة معينة ديال الجسد والأنوثة، وهذا الشيء كيخلي بزاف ديال الفتيات يدخلوا في عملية تجميل باش يرضيو المجتمع. خلاصة، الجندر منهجية تحليلية ثقافية لا بيولوجية، ما كيدرسش البيولوجيا ولا يقارن الإنسان بالحيوان، كيركز على الفوارق الاجتماعية والثقافية وكيدعو إلى العدل والمساواة مع احترام الاختلاف. كيحارب كل تفضيل يجعل الرجل هو الأصل والمرأة هي التابع. هكذا كيكون عندنا فهم واضح للجندر كموضوع اجتماعي ثقافي، كيفاش كيتم إنتاجه، كيفاش كيأثر على العلاقات بين الجنسين، مع ضرورة التصحيح والتوعية باش نوصلوا للمجتمع أكثر عدل وتكامل. وما تنساش دير ابوني، بارطاج، كومونتير وجيم باش يوصل الفكر لجميع الناس.